أهلا وسهلا فيكم أصدقائي طلاب الصف التاسع الأساسي في منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري. اليوم بدنا نكون مع حل التقويم النهائي لدرس الغدد الصم وهرموناتها. طبعا هو الدرس الأول في قسم الغدد الصم. دليل التعليم أقرب، النجاح أقرب. أصدقائي، بحب أذكركم اللي بيحب ينضم لنا عبر الجلسات التفاعلية عبر تطبيق الزوم أو الحصول على باقي أسئلة هذا الدرس أو المنهاج ككل، يمكنه التواصل عبر رقم واتساب الظاهر أسفل الشاشة. إذا محل التقويم النهائي. اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية: أن مواد كيميائية تفرزها الغدة الصم وتلقي بها في الدم واللمف مباشرة، اللي هي فينا نقول حاسات وفينا نقول هرمونات. غدة تلقي مفرزاتها عبر أقنية إلى الخارج الدم أو اللمف، يعني هي فينا نقول خارجية الإفراز أو القنوية المفتوحة، يعني فينا نقول خارجية الإفراز أو قنوية مفتوحة. المواد الكيميائية يقوم بالنبات بإنتاجها في القمم الفروع الهوائية بشكل رئيسي، تسبب نمو واستطالة الخلايا. شو كان اسمها؟ الأكسينات أو مواد التنسيق النباتية. أخذ الإجابة الصحيحة. هذه الغدد لا تنتمي لنفس نوع الغدد الأخرى. أولا، العرقية شو نوعها؟ خارجية، كظرية داخلية، نخامية داخلية، درقية داخلية. بالتالي اللي ما بتنتمي للمجموعة العرقية. تفرز حاسة الأدرينالين في جميع الحالات التالية ما عدا حاسة الأدرينالين بتهيئ الجسم لمواجهة الخطر والخوف. خوف، الغضب، الراحة، الهرب. هون خطر، هون غضب، هون خوف. بالتالي بيكون الراحة ما يفرز الأدرينالين. أنا عم بقول لك هو بالأساس هرمون بهيئ الجسم لمواجهة الخطر والخوف، وبالراحة لا يفرز هذا الهرمون. تقع الغدة الصنوبرية في العنق داخل الدماغ على السطح السفلي فوق الكلية. هي تقع داخل الدماغ وصوب ما تحته خط. الغدة النخامية أهم غدة في جسم الإنسان لأنها تفرز حاسات تؤثر في نشاط الغدد المفتوحة، يعني هي خارجية الإفراز. وهي بمين بتأثر؟ بالغدد الصم الأخرى، يعني الغدد الداخلية الإفراز أو الغدد الصم الأخرى. التيروكسين والأدرينالين حاستان تحافظان على نسبة سكر العنب. شو لازم بدل نحط التيروكسين والأدرينالين؟ لازم نحط الأنسولين والجلوكاجون. يفرز لب الكظر هرمون الكورتيزول. شو بدي احط بدل الكورتيزول؟ الادرينالين. شو بدي احط بدل التيروكسين والتيرونين؟ الانسولين والجلوكاجون. شو بدي احط بدل الغدد المفتوحه؟ الغدد الصم. طبعا لهون بيكون انتهى حل التقويم النهائي لهذا الدرس. في عندي ورقه عمل عن هرمون الميلاتونين. طبعا قلنا هرمون الميلاتونين هو الهرمون الاساسي المسؤول عن تنظيم الساعه البيولوجيه. طبعا وبينتج من الغده الصنوبريه الموجود داخل الدماغ. طبعا هذا الهرمون افرازه ما بيحدث وما بيزداد الا بالليل، وخاصه مع اقتراب ساعات الصباح. يعني مثلا انا بالليل عم بقترب ساعات الصباح بيتوقف انتاجه. بالتالي النوم ضروري لافراز هذا الهرمون. بنلاحظ اذا نحن سهرنا كل الليل ومثلا ونمنا ساعتين هيك الصبح، بنفيق نحس حالنا ضايعين، مزاجنا مكركب، لان الساعه عنا البيولوجيه كلها تخربطت. هرمون الميلاتونين ما افرز، ليش؟ انا طول الليل فايق وما نمت، بالتالي ما افرز الهرمون، بالتالي خربطت عندي الساعه البيولوجيه. بالدليل انه اذا انا سهرت كل الليل وجيت بالصبح بلاقي حالي مكركب، ضايع، مطروش، ما في تركيز. هذا كله نتيجه عدم افراز هرمون الميلاتونين. طيب كيف انا بحافظ على انتاج هرمون الميلاتونين؟ اولا تنظيم النوم، تأجيل آخر جزء من العمل اللي بيكون مثلا بأوقات متأخرة الصباح. إذا كنت مضطر لتغيير وقت النوم، بدك إنه مثلا أنت عم بتنام مثلا بالساعة مثلا نفرض 10، بدك تصير تنام مثلا بغير وقت، ما بصير دفعة واحدة، بدك بشكل تدريجي. تجنب تناول وجبات ثقيلة أو دسمة قبل النوم، لأن هذا الأمر كمان بسبب أرق في النوم، يعني الواحد ما يقدر ينام منيح، بالتالي ما يفرز عنده هرمون الميلاتونين. تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة، لأن ممارسة الرياضة معروف بتنشط، وإذا تنشطت أنا ما راح أقدر أنام، بالتالي ما راح يفرز هرمون الميلاتونين. لهون بيكون انتهينا من ورقة عمل درس الغدد الصم وهرموناتها، بالإضافة إلى حل التقويم النهائي. للمزيد انتظرونا على منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري.